طبعا كل الناس عارفة ان انا راجل زملكاوي، طبعا باين عليا لما بكون في القناة. وقف مرتضى منصور، مبروك للزمالك ومبروك لجمهور الزمالك. 40,000 دولار كل شهر، انا معرفش هو كان بيعمل بيهم ايه. امير مرتضى طبعا كالعادة جمهور الزمالك بيعمل عظمة، عمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. مساء الخير. الزمالك كسب النهارده 2-1 بفضل أسامة نبيه طبعا، والحاجات الجديدة اللي عملها والتركيبة الجديدة اللي عملها للفريق. حط كل واحد في مكانه الصح. طبعا فيريرا اخر نقدر نقول اخر 5 متوشة عك كبير يعني. فطبعا اسامه نبيه ظبط الدنيا، رجع نيمار مكانه وحط عبد الشافي. طبعا خبرة عبد الشافي ادت ثقة كبيرة وادت حاجات كتير قوي للفريق. الجزيري طبعا صام وجاب جونين مرة واحدة، وهما جونين الفوز لماتش الزمالك وفاركو. طبعا كانت حاجة حلوة ان هو يعني يرجع تاني، لان الجزيري من اللعيبة كويسة. اللعيبة اللي قدمت موسم السنة اللي فاتت كان موسم فوق الروعة طبعا، وهو كان السبب في ان الزمالك ياخد الدوري والكاس السنة اللي فاتت. رجوع نيمار مكانه طبعا ادى شكل حلو للفرقة، ادى اسلوب كويس قدام. حتى الناحية التانية كان عبد الشافي كان عامل جبهة كويسة. طبعا هو حتى مهما كبر سنه هو هيفضل عبد الشافي طبعا ذو قيمة وقامة طبعا. مبروك للزمالك ومبروك لجمهور الزمالك، مبروك لأسامة نبيه أول ماتش ليه وعلى رأس المنظومة الرياضية طبعا للفريق الأول. مع إن أنا كنت ضد إن فريرا يمشي في نص الموسم، لأن فريرا مدرب عظيم ومدرب كبير يعني. يستاهل إن هو كان يقعد، ويستاهل إن إدارة الزمالك كمان يعني تبقى عليه وتقعد تتحمله أكتر من كده، لأن الراجل بصراحة يعني السنة اللي فاتت والفترة بتاعته الأولانية اللي جه فيها كان ادى للزمالك كتير. والفترة التانية بتاعته أو الولاية التانية بتاعته كانت كويسة، وكانت نقدر نقول يعني إن هو عمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، لأن ما كانش عنده لعيبة وكان واقف قيد وحاجات كتيرة قوي. والراجل خد البطولتين الأهم في مصر، الدوري والكاس. دي كانت حاجة كويسة بالنسبة لفريرا. بس نرجع ونقول مبروك لأسامة نبيه، راجل زملكاوي محترم. شارب طبعا من فريرا واخد رخص كويسة. اشتغل كتير في منتخب مصر. عنده سي في، اي نعم هو سي في قليل، بس عنده سي في يعني يقدر ان هو يقود الزمالك لحد اخر الموسم. حتى لو الزمالك بعد، حتى لو الزمالك بقى الفرق دلوقتي 11 نقطة يعني، بس ان شاء الله يعني الزمالك يرجع. مبروك اسامه نبيه ونروح للاهلي. طبعا كل الناس عارفه ان انا راجل زملكاوي، طبعا باين عليا لما بكون في القناه. بس انا النهارده طبعا قلبا وقالبا مع الاهلي طبعا. هو الممثل الوحيد. وطبعا جمهور الزمالك ما يزعلش مني، لان جمهور الزمالك نقدر نقول له ان اول فريق شارك من مصر هو نادي الزمالك، او هو الوحيد اللي اتاهل، او الاول اول ما نتاهل لكاس العالم للانديه. بس حصلت طبعا ظروف ان هو الرعاة يعني ما كملوش البطولة، ده كان حظ وحش للزمالك. بس خلينا نقول مبروك للاهلي ان هو هيشارك في كاس العالم للاندية. دي المرة السابعة بالنسبة له. هو طبعا عمل اكتر انجاز عمله كانت البرونزية، كان حققها 3 مرات. نقدر نقول الاهلي لو عدى اوكلاند، وده سهل جدا ان هو يعديه. اوكلاند يعني من اوكلاند وساندروز اللي هو الامريكي ده. يمكن كرة القدم في أمريكا من الحاجات اللي هي موجودة مثلا في الترتيب الرياضة الرابعة أو الثالثة يعني. مش الرياضة الأولى عندهم زي مثلا الرجبي والحاجات ديت. فالأهلي مشواره سهل، الأهلي مشواره إن هو يوصل حتى إن هو يلعب ريال مدريد. أنا شايف إن هو حاجة سهلة للأهلي. وبرضه ليه لأ، إن كمان ممكن يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. الأهلي مش هو ممكن يكون بيعدي في الفترة ديت ممكن يكون مستوى الكورة كلها في مصر يعني مش احسن حاجة. بس واي نوت يعني ان هو يقدر يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. وانا شايف ان هو قدام اوكلاند ان شاء الله هيعدي، وقدام ساندروز الامريكي هيعدي. اما بالنسبة بقى للمطوشة التانية او المباريات التانية، هو الوداد والهلال واللي هيكسب منهم هيلاعب فلامينجو. وعبد الله السعيد قرب بشده كبيره قوي تجاه نادي الزمالك. عبد الله السعيد اللي انا عارفه ان هو امنيته ان هو يختم مشواره وحياته الكرويه داخل نادي الزمالك. طبعا انا كنت في القناه اتكلمت كذا مره
عن موضوع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هيأثر مع الزمالك، هيأثر حتى لو هو هيأثر بنسبة بسيطة. بس هيأثر، هو من الريحة بتاعت اللعيبة اللي خلاص يعني ما بقتش موجودة دلوقتي. هو وشيكابالا وطبعا كان قبلهم وليد سليمان في الأهلي، ويعني وحسام عاشور. طبعا اللعيبة دي كانت لعيبة رجالة ومقاتلة طبعا. فديت نقدر نقول ان عبد الله السعيد من اللعيبه اللي هي خلاص يعني اللي هم الريحة العطرة اللي كانت موجودة في الملاعب. فأقدر أقول إن هو يقدر يدي موسم أو اتنين تاني، حتى لو مش بصفة دايمة يعني، أو من الماتش كامل، مش هيدي 90 دقيقة. عبد الله السعيد هيكون فرق شاسع للزمالك، لأن الزمالك عنده فقر في الحتة ديت، فقر كبير قوي. مفيش حد بيوصل الكورة من نص الملعب للمهاجمين. هو الزمالك عنده لعيبه بكواليتي عاليه جدا، عنده لعيبه بكواليتي عاليه جدا، بس مش بي ما عندوش حد يوصل له اللعيبه ديت. ما عندوش حد يوصل المهاجمين او كور للمهاجمين بشكل صح يعني. لعب عشوائي، التملي قدام الحته اللي قدام ديت. اعتقد ان اسامه نبيه ابتدى يظبطها، ابتدينا نشوف بوادر ليها. بس من وجهه نظري عبد الله السعيد هيفرق يعني. حتى لو شيكابالا هيلعب ناحيه الشمال وعبد الله السعيد هيلعب تحت رؤوس الحربه في ناحيه سوري، شيكابالا يمين وعبد الله السعيد شمال، مش وينجرز طبعا يعني، تحت المهاجمين من تحت. اعتقد ان هو هيضيف كتير قوي، وممكن يشتغل 60 دقيقة، او ممكن شيكابالا ينزل بعد منه يشتغل مثلا نص ساعة يعني. فانا اعتقد ان عبد الله سعيد لو راح الزمالك، وهو كجماهيريا كمان عايز ينهي حياته بحته، انتوا عارفين الحته اللي هي بتاعت ان انا اختم في حته فيها جمهور، عشان انا لو اشتغلت في الاعلام يبقى ورايا جمهور. طب انا اشتغلت في التدريب، انا ورايا جمهور. انا اشتغلت في اي مكان هروحه، انا ورايا جمهور. فهو عايز يكسب جمهور طبعا الزمالك. وعلى فكره في كتير قوي من جمهور النادي الاهلي لسه بيحبه وما زال متعلق بيه. وانا كمان من ضمن الناس اللي بتحب عبد الله السعيد يعني. كلاتنبرج كان بيكلف اتحاد الكورة 40,000 دولار كل شهر. أنا معرفش هو كان بيعمل بيهم إيه. هو كان طبعا على طول قاعد في إنجلترا يعني، تقريبا كان بيجي مصر زيارات يعني، ياخد ال40,000 يقبض ويمشي تاني. ما عملش بيهم أي حاجة. من الحاجات اللي كان المفروض اتحاد الكورة يعملها، إن هو كان يجيب حد، حتى لو هو مش عايز يجيب حد مصري. مع ان انا شايف ان النتيجة واحدة ما بين المصري وما بين وما بين الأجنبي. بس خلينا نقول حتى لو اتحاد الكرة، عشان يبقى في حد محايد يعني ما بين التراشق بالألفاظ اللي بيحصل ما بين الأندية وما بين الحاجات ديت. كان مثلا ممكن يجيب حد من دولة أقل شوية يعني، خبرته عالية بس مرتبه أقل. يعني في حاجات مثلا كان ممكن يجيبوها ب10,000 دولار وهتبقى تقضي الغرض يعني. حاجات مثلا من بولندا ولا من البرتغال، من الدول اللي هي السعر فيها أقل يعني. فانا مش عارف هو اتحاد الكوره بيعمل كده ليه، او هو ايه هل الهدف بتاعه ان يعني في الاول وفي الاخر هو دي فلوس، والبلد ما فيهاش دولارات، واحنا عايزين نوفر دولارات. فانا شايف ان هو لو كان جاب حد محايد من دولة أقل وسعر أقل، كانت هتبقى أفضل بكتير. ومع ذلك هو كلادنبرج ما كانش بيعمل أي حاجة. هو كان بيجي يصيف، ياخد ال40,000 دولار ويرجع على بلده تاني يعني. ده كان اللي أنا شايفه يعني من اتحاد الكورة. آه، عدم الاستقالة أو الرجوع في الاستقالة، أو عدم قبول الاستقالة بتاعت لجنة الانضباط. طبعا أنا مش حابب أذكر أسامي بعينها، بس بالنسبة للجنة الانضباط، هي طبعا كان ليها حق إن هي تستقيل. آم، كهربا طبعا عمل ألفاظ خارجة في الماتش. وطبعا رئيس نادي الزمالك رد طبعا عليه، لأن دمه محروق. كهربا بيلعب وما دفعش الفلوس لحد دلوقتي. طبعا دي حاجة يعني مش ألطف حاجة يعني. أنت بتستفز جمهور الزمالك، بتستفز رئيس نادي الزمالك، فطبيعي هيكون ليه رد فعل. احنا عارفين كلنا المستشار مرتضى منصور ردة فعله بتبقى عنيفة شوية أو شويتين كمان. فأنت كده بتستفز الجمهور. طب أنت ليه يا أهلي ما تدفعش الفلوس بتاعت كهربا؟ ما انت بقيت تلعب وبقيت كويس، وانت كان نادي اهلي يعني، ليه مش عايز تدفع له الغرامه بتاعته؟ اعتقد ان هو لو دفعها كهربا هيكون كمان مستريح مع الفرقه، وهيدي اكتر من كده كمان.
مع ان انا كنت ضد ان هو يمشي يعني، ما انت كنت برضو شغال في الزمالك وكنت ملعلع يعني. بس انت خلاص اخترت بيتك اللي انت اتربيت فيه على كلامك والكلام ده كله، خلاص ادفع بقى. يعني انا شايف الحل، انت مهدد يوم 2 فبراير ان انت تتوقف تاني. طب انت بتضيع مستقبلك، وحتى لو وقفت القرار بوقفك يوم 2، انت هتكون وقفة تأديبية، والوقفة التأديبية حتى لو دفعت الغرامة، انت برضو كده كده هتبقى موقوف. فانا اعتقد يعني ان النادي الاهلي هيكون مجهز مفاجأة ان هو هيدفع. يعني لو حس ان القرار ان هيتوقف، اعتقد ان الاهلي ممكن يدفع. هو مستني بس الفترة بتاعت التأييد ديت تخلص عشان الزمالك ما يستفادش بالفلوس بتاع الكهرباء. ليه؟ لان هو الزمالك الاهلي دلوقتي لو حط له الفلوس في الحساب بتاعه هيقدر يعمل صفقات. فهو طبعا الاهلي مش عايز يعمل، مش عايز الزمالك يعمل صفقات، انا عكنن عليه. فهو لاجل الحظ ان الانعقاد بتاع اللجنه اللي هتحصل يعني، او اللي هيبتوا في امر كهرباء هيبقى يوم 2، وهيكون القيد اتقفل. فطبعا دوت على حظ نادي الاهلي، وحظ التفكير اللي بيفكروا فيه يعني، ان هم يعني يأدبوا نادي الزمالك، مش يأدبوا نادي الزمالك عشان ما ينفعش نقول أدبوا، بس يضايقوا نادي الزمالك ان هم ما يدهمش الفلوس في فترة القيد. 60 مليون يعملوا 4 صفقات سوبر لنادي كالعادة الزمالك. جمهور الزمالك بيعمل عظمة في كل المطوشة، حتى لو في إخفاقات من الفريق فهو برضو على طول بيعمل عظمة. يعني ماتش الزمالك وفيوتشر النهاردة برضو، أنا كنت متخيل إن الجمهور هيقل، أو إن الجمهور مش هيبقى بالعدد اللي بيوصل لكل ماتش يعني. إنما بصراحة جمهور الزمالك بيعمل عظمة يعني. شابوه ليكو. آم، حتى لما ابتديت الفيديو في الاول وقلت على موضوع كاس العالم، انا مش بنقص من حق الاهلي، بس هو فعلا حق جمهور الزمالك ان هو كان، او الاعتراف بالحق فضيلة يعني. ان اول ما نتأهل لكاس العالم هو كان في مصر، كان الزمالك المصري، كان نادي الزمالك طبعا. أسامة نبيه، نرجع له تاني في حتة بس صغيرة بتاعت إمام عاشور، إن هو تصريح ان هو يفرط في لعيب زي امام عاشور، وان هو جاي له عرض خالي في الدنمارك مش يعني. انا ليا تعقيب بسيط بس، ان الدنمارك مش من البلاد القويه كرويا، او ان هي مثلا يعني مش شارمنج في الكوره يعني. يعني مش مثلا هنقول ده، حتى الدوري البرتغالي اللي هو مطلع اعظم لعيبه في العالم واعظم مدربين، برضه هو مش شارمنج من ضمن عتاوله الكوره يعني. مش مثلا زي الدوري الايطالي او الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او الفرنسي. فهو برضه يعني هو انا التعقيب او تصريح غريب يعني، ان هو المفروض ما كانش يقول تصريح زي دوت. بس على العموم هو لو العرض خيالي وده مستقبل امام عاشور، فجو هيد يعني. يعني الزمالك مش هيقف على لعيب، وهو لعيب كويس وكل حاجه، بس مش الزمالك ولا الاهلي ولا اي فريق بيقف على لعيب بيعمل نجوم راحت ونجوم جت. وقلنا دوت مرارا وتكرارا يعني. ولو هو الفلوس كويسة ان هي تعوض، ما احنا جربنا في بن شرقي لما مشي، وقلنا لا مش عايزين ندفع الفلوس ديت. جبنا لعيبة يعني مش بنفس الجودة او بنفس الكواليتي، لعيبة تحس ان هم يعني بتوع جلاش مش لعيبة يعني. مع احترامي طبعا اللي بتوع الجلاش يعني. جربنا الفكرة ديت وقلنا لا ده بتمنه نفك لعيبة تاني. كان ساعتها بن شرقي طالب 1.5 مليون، بقينا بندفع دلوقتي بالاتنين وبالاتنين ونص عادي خالص. عشان تقدر تعوض فجوة زي بن شرقي. طب انت امام عاشور لو مشي هيجيب لك 100 مليون. ال 100 مليون دول يعني 5 مليون، ما يكملوش 3 مليون دولار ونص. طب ما انت بعد كده هتجيب لعيبة اغلى من كده بكتير. حتى لو هما الفلوس دلوقتي انت في احتياج ليها، فانت الجمهور عندك وراك ضاغط عليك بيجري وراك بشكل رهيب، ان انت عايز تجيب له صفقات سوبر. انت هتبيع بقى لعيبه من عندك، ومش اي لعيب، انت هتبيع لعيبه زي امام عاشور. انا مع فكره الاحتراف للعيبه عشان يعم على المنتخب المصري، بس في نفس الوقت روح دوري قوي، روح دوري حاجه كويسه، حاجه تليق حتى بالدوري المصري، حاجه تليق بيك انت كلعيب، او
بالكارير اللي انت عايز تعمله، او اللي انت عايز تحترف. طب احترف يعني، حتى لما محمد صلاح احترف في بازل السويسري، وبعدين الدوري الايطالي، وبعدين طلع على الدوري الانجليزي. فانا اعتقد حتى لو ب 100 مليون دولار، هو برضو مش ولا حاجه في امام عاشور. امير مرتضى، بالنسبه لامير مرتضى انا مش عارف، هو يعني امير من الناس الذكيه جدا والواعيه جدا. انا مش بطبل له، ولا انا عمري شفته ولا عارفه، ولا اعرفه معرفه شخصيه. بس امير مرتضى من الناس الكويسه اداريا، يعني عملت حاجات في السنين اللي فاتت. وحتى لما كانوا حلوا المجلس، هو كان برضو في حاجات متابعها، ولما جه كمل بشكل كويس و... وادى. انا مش عارف بقاله فتره برضو، يعني حته ان هو يوافق على بيع امام عاشور، وتجيب لعيبه مش بنفس الجوده او بالكواليتي بتاع نادي الزمالك. فطبعا ده عليه علامه استفهام كتيره. انا ابصم بالعشره ان امير مرتضى منصور ولا ليه علاقه بسماسرة ان هو يكسب من وراهم، لان امير مرتضى شبعان ومع فلوس. وما اعتقدش ان امير مرتضى يكون ليه علاقه زي الكلام اللي بيتقال دوت واللي احنا بنسمعه. بس في حاجه غلط في امير. يعني انا حاسس ان امير دماغه اعلى من كده بكتير. يعني امير اذكى واعلى بكتير قوي ان هو يجيب الصفقات دي. انا مش عارف، هو كان فريرا 100% هو اللي كان عايز الصفقات ديت. هل امير هو اللي كان ليه يد في الصفقات ديت؟ يعني في ناس، انا مش عايز اشخصن المواضيع او ان انا اقول على اسامي ناس بعينها، لان ده مش مبدئي ان انا يعني اتحكم على حد. بس فعلا حرفيا في لعيبه تحس ان هم ما لهمش علاقه بكوره، ما لهمش علاقه بكره القدم خالص، ولا من بعيد ولا من قريب. يعني تحس ان هم بيحتسوا في نص الملعب. فانا مش فاهم، هل امير مرتضى هو اللي كان اختياراته من دماغه، ولا هل بمجلس الاداره؟ يعني مثلا مجلس الاداره وكابتن جمال عبد الحميد وامير مرتضى وفريرا واسامه نبيه، هل كل ده اجتمع وهو اللي قرر ان هم يجيبوا اللعيبه دي؟ وهل اللعيبه ديت مع اسامه نبيه هتعمل فرق؟ يعني مثلا فريرا هو اللي كان مفتري، وهو اللي كان بالنسبه لهم مش يعني هو اللي مش ظاهرهم، وأسامة نبيه هو اللي هيظهرهم. احنا شفنا فيه اكتر من مرة مع مدربين في لعيب يبقى شارمنج جدا. على سبيل المثل مش هنروح بعيد، يعني يوسف اوباما. تاني يوم بعد ما مشي من الزمالك، ما فيش بعدها بيومين او بثلاثة كان في ماتش للحزم السعودي، وجاب جونين ولا كأنه ميسي في زمان. يوسف اوباما بقاله اكتر من سنه ما لمس كوره مع فريرا. يعني فريرا قعد 11 شهر، يوسف اوباما ما لمس فيهم كوره. يعني يعتبر كان بينزل. انا افتكر في مره كان الماتش 90، مخلصين 90 دقيقه، والوقت بدل الضايع كان 7 دقائق، يوسف اوباما نزل في الدقيقه 97، في الدقيقه السابعه للوقت بدل الضايع. يعني هو نزل الحكم صفر ما لمس الكوره. مع مدربين في لعيبه بتشتغل، ومع مدربين في لعيبه ما بتشتغلش للاسف. فانا اتمنى الصفقات اللي احنا شفناهاش، يعني ابراهيم نضاي والناس، في مش عايز اقول باسامي، بس اتمنى ان انا في لعيبه وفي صفقات عملها امير مرتضى نشوفها. لان ممكن يكونوا هم مظلومين، وممكن يكون امير مظلوم في الحته ديت. يعني حتى لو هو كان اختياره لوحده، مع اني انا اشك في كده، لان امير من العقليه الذكيه اللي هو كان ساعتها بياخد رأي فريرا. يعني اعتقد ان هو من الذكاء ان هو كان بياخد رأي فريرا في اللعيبة اللي بتيجي. لان هو كان عنده مشروع ان فريرا يكمل اكتر من موسم ويعمل كوادر. يعني هو كان بيأهل أسامة نبيه طبعا في الفترة اللي كان فيها فريرا، ان هو يبقى كادر داخل نادي الزمالك، ان هو يبقى مدرب مصري ويقدر يمسك الفرقة. انا حاسس ان في ظلم في الموضوع. يعني احنا ما شفناش كل اللعيبه، وقلنا زي ما انا بقول لكم في لعيبه بتنور مع مدربين، وفي لعيبه لا. يعني واكبر مثل هو كان يوسف اوباما، وكان في باسم مرسي لما كان في العهد بتاع فيريرا الاول، لما كان موجود في المره الاولانيه. كان باسم مرسي كان هداف الدوري، وكان على طول يعني قدام مطوشة الأهلي. كان
تشارمنج في الوقت دوت يعني. بعد ما مشي فريرا انطفى باسم مرسي وراح أندية تانية مع ان هو كان شغال مع فريرا. فخلينا نرجع ونقول ان في لعيبة بتظهر مع مدربين وفي لعيبة لا. وقف مرتضى منصور، اتحاد الكورة وقف التعامل مع مرتضى منصور. آه، طبعا لأسباب كلنا عارفينها، بس هو فين برضو العقوبة بتاع الكهرباء؟ يعني هو لو مرتضى منصور، أنا مش بدافع هنا عن مرتضى منصور، بس لو هو مرتضى منصور هتوقفوا التعامل معاه، ما توقفوا التعامل طيب مع كهرباء. ما هو كهرباء عمل برضو عمل يعني فعل فاضح تقريبا وبرضو انا مش بهاجم كهرباء، اما انت لا تسيب ده وتسيب ده، لا اما تعممها بقى. بس انا مش عارف برضو انت واقف مرتضى منصور او هتوقف التعامل معاه بناء على ايه؟ يعني انا اعتقد حاجة مش في محلها، ان يعني انا مش بدافع عن مرتضى منصور، بس ده كان رأي اتحاد الكورة يعني، ان هو يوقف التعامل مع مرتضى منصور. وانا اتمنى الهدوء لمرتضى منصور الفترة اللي جاية، يعني الفوز هيجيب فوز والدنيا اعتقد ان هي هتستقر مع الوقت. يعني انا مش يعني زي ما قلت في الاول، انا كنت ضد ان فيريرا يمشي، الجمهور كله عايزه. يعني انا ما اعرفش هو في جمهور وفي بعض الناس من الجماهير ما كانت عايزاه يمشي، وفي ناس تاني تقول لك لا فيريرا البروف لا ما حدش يجي جنب منه. يعني هو برضو الراجل اللي يحتار، يعني هو يفتح الباب ولا يقفله. يعني انا مش فاهم. في بعض من الجماهير تقريبا عملت حالة لمرتضى منصور، هو ما بقاش عارف يعمل لهم ايه او يرضيهم ازاي. وهو الراجل كل مرة بيطلع بيقول انا عايز رضا الجمهور، وانا عايز افرح الجمهور اللي بالملايين. وفعلا انا اعتقد ان هو مرتضى منصور هو هدفه الاساسي ان هو يخلي الجماهير مبسوطة. اما نشوف ايه اللي هيحصل في وقف القرار بتاع مرتضى منصور دوت بعد كده. يعني انا اللي ما وافقش فيه بصراحه بالنسبه لمرتضى منصور اللعيبه اللي عماله تطير كل شويه، واحد زي امام عاشور اعتقد ان هو هيكون خساره كبيره قوي لنادي الزمالك. يعني امام عاشور مش هتعرف تعوضه، لاني نقدر نقول ان هو لعيب جوكر يعني. انا ضد دوت. يعني انا في بعض القرارات المستشار مرتضى منصور انا مش موافقه فيها، وكان على رأسها طبعا فريرا وتاني حاجة دلوقتي بيعملها بالنسبة لإمام عاشور. ومش كل حاجة تسمع كلام الجمهور. أنا عارف إن أنت ممكن تكون ما بتسمعش كلام الجمهور في كل حاجة، بس بتحاول ترضيه. بس واحد زي مثلا يوسف أوباما، ما هو بعد ما مشي يوسف أوباما كسر الدنيا. محمود علاء مشي كسر الدنيا. كل لما لعيب يعني أنا حاسس إن في نغمة برضو من الجمهور هتبتدي في عبد الغني. هنبتدي الفترة اللي جاية ديت نسمع عبد الغني إيه يعني؟ ما كل اللعيبة بتخطأ، كل لعيبة كتيرة ونجوم كبيرة وأعظم بكتير من عبد الغني. مع ان عبد الغني عظيم في مكانه، يعني اعظم بكتير من عبد الغني، وكانوا بيخطئوا رونالدو وكريستيانو، مع طبعا فرق البوزيشن بتاعهم او الاماكن بتاعتهم. بس كل الناس بتخطئ. يعني انا شايف ان في صيغة جديدة او في نغمة جديدة هتخش على عبد الغني. هيفضلوا يعملوا زي ما عملوا مع محمود علاء. هيبتدي نفسية اللاعب تسقط منه، بعد كده هيروح لفرقة تاني هيكسر الدنيا، زي ما محمود علاء دلوقتي عامل مع فرقته طبعا، وزي ما يوسف أوباما عمل في نفس القصة. أنا أتمنى من الجمهور إن هو ما يكسرش نفسية لعيب، لأن ممكن كلنا بنخطأ وكلنا بيعدي علينا ظروف أو أوقات ما بنكونش في أفضل حالاتنا. فأنا أتمنى من جمهور الزمالك إن يتعنى الصبر، يعني في موضوع محمود، في موضوع عبد الغني. أنا بشكركم، واستنوني إن شاء الله لا إما في حلقة جديدة هنا على اليوتيوب، لا إما على قناة الحدث اليوم مع الأستاذ طارق مرتضى كل يوم حد الساعة 9 إن شاء الله. طبعا كل الناس عارفة ان انا راجل زملكاوي، طبعا باين عليا لما بكون في القناة. بس انا النهاردة طبعا قلبا وقالبا مع الاهلي طبعا. هو الممثل الوحيد. وطبعا جمهور الزمالك ما يزعلش مني، لان جمهور الزمالك نقدر نقول له ان اول فريق شارك من مصر هو نادي الزمالك، او هو الوحيد اللي اتأهل، او الاول اول ما نتأهل لكأس العالم للأندية. بس حصلت طبعا ظروف ان هو الرعاة يعني ما كملوش البطولة.
البطولة، ده كان حظ وحش للزمالك. بس خلينا نقول مبروك للأهلي إن هو هيشارك في كأس العالم للأندية، دي المرة السابعة بالنسبة له. هو طبعا عمل أكتر إنجاز عمله كانت البرونزية، كان حققها 3 مرات. نقدر نقول الأهلي لو عدى أوكلاند، وده سهل جدا إن هو يعديه. أوكلاند يعني من أوكلاند وساندروز اللي هو الأمريكي ده، يمكن كرة القدم في أمريكا من الحاجات اللي هي موجودة مثلا في الترتيب الرياضة الرابعة أو الثالثة، يعني مش الرياضة الأولى عندهم زي مثلا الرجبي والحاجات ديت. فالأهلي مشواره سهل، الأهلي مشواره إن هو يوصل حتى إن هو يلعب ريال مدريد. أنا شايف إن هو حاجة سهلة للأهلي. وبرضه ليه لأ، إن كمان ممكن يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. الأهلي مش هو ممكن يكون بيعدي في الفترة ديت ممكن يكون مستوى الكورة كلها في مصر يعني مش أحسن حاجة، بس واي نوت يعني إن هو يقدر يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. وأنا شايف إن هو قدام أوكلاند إن شاء الله هيعدي، وقدام ساندروز الأمريكي هيعدي. اما بالنسبه بقى للمطوشه التانية او المباريات التانية، هو الوداد والهلال واللي هيكسب منهم هيلاعب طبعا كل الناس عارفه ان انا راجل زملكاوي، طبعا باين عليا لما بكون في القناه. وقف مرتضى منصور، مبروك للزمالك ومبروك لجمهور الزمالك. 40,000 دولار كل شهر، انا معرفش هو كان بيعمل بيهم ايه. امير مرتضى طبعا كالعاده جمهور الزمالك بيعمل عظمه، عمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. مساء الخير. الزمالك كسب النهارده 2-1 بفضل أسامة نبيه طبعا، والحاجات الجديدة اللي عملها والتركيبة الجديدة اللي عملها للفريق. حط كل واحد في مكانه الصح. طبعا فيريرا آخر نقدر نقول آخر 5 متوشة عك كبير يعني. فطبعا أسامة نبيه ظبط الدنيا، رجع نيمار مكانه وحط عبد الشافي. طبعا خبرة عبد الشافي ادت ثقة كبيرة، وادت حاجات كتير قوي للفريق. الجزيري طبعا صام وجاب جونين مرة واحدة، وهما جونين الفوز لماتش الزمالك وفاركو. طبعا كانت حاجة حلوة ان هو يعني يرجع تاني، لان الجزيري من اللعيبة كويسة، اللعيبة اللي قدمت موسم السنة اللي فاتت كان موسم فوق الروعة طبعا، وهو كان السبب في ان الزمالك ياخد الدوري والكاس السنة اللي فاتت. رجوع نيمار مكانه طبعا ادى شكل حلو للفرقة، ادى اسلوب كويس قدام. حتى الناحية التانية كان عبد الشافي كان عامل جبهة كويسة. طبعا هو حتى مهما كبر سنه، هو هيفضل عبد الشافي طبعا ذو قيمة وقامة طبعا. مبروك للزمالك ومبروك لجمهور الزمالك، مبروك لأسامة نبيه أول ماتش ليه وعلى رأس المنظومة الرياضية طبعا للفريق الأول. مع إن أنا كنت ضد إن فريرا يمشي في نص الموسم، لأن فريرا مدرب عظيم ومدرب كبير يعني، يستاهل إن هو كان يقعد، ويستاهل إن إدارة الزمالك كمان يعني تبقى عليه وتقعد تتحمله أكتر من كده. لأن الراجل بصراحة يعني السنة اللي فاتت والفترة بتاعته الأولانية اللي جه فيها كان إدى للزمالك كتير. والفترة التانية بتاعته أو الولاية التانية بتاعته كانت كويسة، وكانت نقدر نقول يعني إن هو عمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، لأنه ما كانش عنده لعيبة وكان واقف قيد وحاجات كتيرة قوي. والراجل خد البطولتين الأهم في مصر، الدوري والكاس. دي كانت حاجة كويسة بالنسبة لفريرا. بس نرجع ونقول مبروك لأسامة نبيه، راجل زملكاوي محترم، شارب طبعا من فريرا واخد رخص كويسة. اشتغل كتير في منتخب مصر، عنده سي في. اي نعم هو سي في قليل، بس عنده سي في يعني يقدر ان هو يقود الزمالك لحد اخر الموسم. حتى لو الزمالك بعد، حتى لو الزمالك بقى الفرق دلوقتي 11 نقطة يعني، بس ان شاء الله يعني الزمالك يرجع. مبروك أسامة نبيه ونروح للأهلي. طبعا كل الناس عارفة ان انا راجل زملكاوي، طبعا باين عليا لما بكون في القناة. بس انا النهاردة طبعا قلبا وقالبا مع الأهلي طبعا. هو الممثل الوحيد. وطبعا جمهور الزمالك ما يزعلش مني، لان جمهور الزمالك نقدر نقول له ان اول فريق شارك من مصر هو نادي الزمالك، او هو الوحيد اللي اتأهل، او اول ما نتأهل لكأس العالم للأندية. بس حصلت طبعا ظروف ان
هو الرعاة يعني ما كملوش البطولة، ده كان حظ وحش للزمالك. بس خلينا نقول مبروك للأهلي إن هو هيشارك في كأس العالم للأندية، دي المرة السابعة بالنسبة له. هو طبعا عمل أكتر إنجاز عمله كانت البرونزية، كان حققها 3 مرات. نقدر نقول الأهلي لو عدى أوكلاند، وده سهل جدا إن هو يعديه، أوكلاند يعني من أوكلاند وساندروز اللي هو الأمريكي ده. يمكن كرة القدم في أمريكا من الحاجات اللي هي موجودة مثلا في الترتيب الرياضة الرابعة أو الثالثة، يعني مش الرياضة الأولى عندهم زي مثلا الرجبي والحاجات ديت. فالأهلي مشواره سهل، الأهلي مشواره إن هو يوصل حتى إن هو يلعب ريال مدريد. أنا شايف إن هو حاجة سهلة للأهلي. وبرضه ليه لأ، إن كمان ممكن يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. الأهلي مش هو ممكن يكون بيعدي في الفترة ديت ممكن تكون ممكن يكون مستوى الكورة كلها في مصر يعني مش أحسن حاجة، بس واي نوت يعني إن هو يقدر يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. وأنا شايف إن هو قدام أوكلاند إن شاء الله هيعدي، وقدام ساندروز الأمريكي هيعدي. أما بالنسبة بقى للمطوشة التانية أو المباريات التانية، هو الوداد والهلال واللي هيكسب منهم هيلاعب فلامينجو. وعبد الله السعيد قرب بشده كبيره قوي اتجاه نادي الزمالك. عبد الله السعيد اللي انا عارفه ان هو امنيته ان هو يختم مشواره وحياته الكرويه داخل نادي الزمالك. طبعا انا كنت في القناه اتكلمت كذا مره عن موضوع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هيأثر مع الزمالك، هيأثر حتى لو هو هيأثر بنسبة بسيطة. بس هيأثر، هو من الريحة بتاعت اللعيبة اللي خلاص يعني ما بقتش موجودة دلوقتي. هو وشيكابالا وطبعا كان قبلهم وليد سليمان في الأهلي، ويعني وحسام عاشور. طبعا اللعيبة دي كانت لعيبة رجالة مقاتلة طبعا. فديت نقدر نقول ان عبد الله السعيد من اللعيبه اللي هي خلاص يعني اللي هم الريحة العطرة اللي كانت موجودة في الملاعب. فأقدر أقول إن هو يقدر يدي موسم أو اتنين تاني، حتى لو مش بصفة دايمة يعني أو من الماتش كامل، مش هيدي 90 دقيقة. عبد الله السعيد هيكون فرق شاسع للزمالك، لأن الزمالك عنده فقر في الحتة ديت، فقر كبير قوي. مفيش حد بيوصل الكورة من نص الملعب للمهاجمين. هو الزمالك عنده لعيبه بكواليتي عاليه جدا، عنده لعيبه بكواليتي عاليه جدا، بس مش بي ما عندوش حد يوصل له اللعيبه ديت. ما عندوش حد يوصل المهاجمين او كور للمهاجمين بشكل صح يعني. لعب عشوائي، التملي قدام الحته اللي قدام ديت. اعتقد ان اسامه نبيه ابتدى يظبطها، ابتدينا نشوف بوادر ليها. بس من وجهه نظري عبد الله السعيد هيفرق يعني. حتى لو شيكابالا هيلعب ناحيه الشمال وعبد الله السعيد هيلعب تحت رؤوس الحربه في ناحيه سوري، شيكابالا يمين وعبد الله السعيد شمال. مش وينجرز طبعا يعني، تحت المهاجمين من تحت. اعتقد ان هو هيضيف كتير قوي. وممكن يشتغل 60 دقيقة، او ممكن شيكابالا ينزل بعد منه يشتغل مثلا نص ساعة يعني. فانا اعتقد ان عبد الله سعيد لو راح الزمالك، وهو كجماهيريا كمان عايز ينهي حياته بحتة انتوا عارفين الحته اللي هي بتاعت ان انا اختم في حته فيها جمهور، عشان انا لو اشتغلت في الاعلام يبقى ورايا جمهور. طب انا اشتغلت في التدريب انا ورايا جمهور، انا اشتغلت في اي مكان هروحه انا ورايا جمهور. فهو عايز يكسب جمهور طبعا الزمالك. وعلى فكره في كتير قوي من جمهور النادي الاهلي لسه بيحبه ومازال متعلق بيه. وانا كمان من ضمن الناس اللي بتحب عبد الله السعيد يعني. كلاتنبرج كان بيكلف اتحاد الكورة 40,000 دولار كل شهر. أنا معرفش هو كان بيعمل بيهم إيه. هو كان طبعا على طول قاعد في إنجلترا يعني، تقريبا كان بيجي مصر زيارات يعني، ياخد ال40,000 يقبض ويمشي تاني. ما عملش بيهم أي حاجة. من الحاجات اللي كان المفروض اتحاد الكورة يعملها، إن هو كان يجيب حد، حتى لو هو مش عايز يجيب حد مصري. مع ان انا شايف ان النتيجة واحدة ما بين المصري وما بين الأجنبي. بس خلينا نقول حتى لو اتحاد الكرة عشان يبقى في حد محايد يعني ما بين التراشق بالألفاظ اللي بيحصل ما بين الأندية وما بين الحاجات ديت. كان مثلا ممكن يجيب حد من دولة أقل شوية يعني، خبرته عالية بس مرتبه أقل. يعني في حاجات مثلا كان ممكن يجيبوها ب10,000 دولار وهتبقى تقضي الغرض يعني. حاجات مثلا من بولندا ولا من البرتغال، من الدول اللي هي السعر فيها أقل يعني.
فانا مش عارف هو اتحاد الكوره بيعمل كده ليه، او هو ايه هل الهدف بتاعه ان يعني في الاول وفي الاخر هو دي فلوس والبلد ما فيهاش دولارات واحنا عايزين نوفر دولارات. فانا شايف ان هو لو كان جاب حد محايد من دولة اقل وسعر اقل كانت هتبقى افضل بكتير. ومع ذلك هو كلادنبرج ما كانش بيعمل اي حاجة، هو كان بيجي يصيف ياخد ال40,000 دولار ويرجع على بلده تاني. يعني ده كان اللي انا شايفه يعني من اتحاد الكورة. آه، عدم الاستقالة أو الرجوع في الاستقالة أو عدم قبول الاستقالة بتاعت لجنة الانضباط طبعا. أنا مش حابب أذكر أسامي بعينها، بس بالنسبة للجنة الانضباط هي طبعا كان ليها حق إن هي تستقيل. آم، كهربا طبعا عمل ألفاظ خارجة في الماتش، وطبعا رئيس نادي الزمالك رد طبعا عليه لأن دمه محروق. كهربا بيلعب وما دفعش الفلوس لحد دلوقتي. طبعا دي حاجة يعني مش ألطف حاجة. يعني أنت بتستفز جمهور الزمالك، بتستفز رئيس نادي الزمالك، فطبيعي هيكون ليه رد فعل. احنا عارفين كلنا المستشار مرتضى منصور ردة فعله بتبقى عنيفة شوية أو شويتين كمان. فأنت كده بتستفز الجمهور. طب أنت ليه يا أهلي ما تدفعش الفلوس بتاعت كهربا؟ ما انت بقيت تلعب وبقيت كويس وانت كان نادي اهلي، يعني ليه مش عايز تدفع له الغرامة بتاعته؟ اعتقد ان هو لو دفعها كهربا هيكون كمان مستريح مع الفرقة وهيدي اكتر من كده كمان. مع ان انا كنت ضد ان هو يمشي يعني، ما انت كنت برضو شغال في الزمالك وكنت ملعلع يعني. بس انت خلاص اخترت بيتك اللي انت اتربيت فيه على كلامك والكلام ده كله، خلاص ادفع بقى. يعني انا شايف الحل، انت مهدد يوم 2 فبراير ان انت تتوقف تاني. طب انت بتضيع مستقبلك. وحتى لو وقفت القرار بوقفك يوم 2، انت هتكون وقفة تأديبية، والوقفة التأديبية حتى لو دفعت الغرامة انت برضو كده كده هتبقى موقوف. فانا اعتقد يعني ان النادي الاهلي هيكون مجهز مفاجأة ان هو هيدفع. يعني لو حس ان القرار ان هيتوقف، اعتقد ان الاهلي ممكن يدفع. هو مستني بس الفترة بتاعت التأييد ديت تخلص عشان الزمالك ما يستفادش بالفلوس بتاع الكهرباء. ليه؟ لان هو الاهلي دلوقتي لو حط له الفلوس في الحساب بتاعه هيقدر يعمل صفقات. فهو طبعا الاهلي مش عايز الزمالك يعمل صفقات. انا عكنن عليه. فهو لاجل الحظ ان الانعقاد بتاع اللجنه اللي هتحصل يعني، او اللي هيبتوا في امر كهرباء هيبقى يوم 2 وهيكون القيد اتقفل. فطبعا دوت على حظ نادي الاهلي وحظ التفكير اللي بيفكروا فيه. يعني ان هم يعني يأدبوا نادي الزمالك، مش يأدبوا نادي الزمالك عشان ما ينفعش نقول نأدبه، بس يضايقوا نادي الزمالك ان هم ما يدهمش الفلوس في فترة القيد. 60 مليون يعملوا 4 صفقات سوبر لنادي كالعادة الزمالك. جمهور الزمالك بيعمل عظمة في كل المطوشة، حتى لو في إخفاقات من الفريق فهو برضو على طول بيعمل عظمة. يعني ماتش الزمالك وفيوتشر النهاردة برضو أنا كنت متخيل إن الجمهور هيقل، أو إن الجمهور مش هيبقى بالعدد اللي بيوصل لكل ماتش يعني. إنما بصراحة جمهور الزمالك بيعمل عظمة يعني. شابوه ليكو. آم، حتى لما ابتديت الفيديو في الاول وقلت على موضوع كاس العالم، انا مش بنقص من حق الاهلي، بس هو فعلا حق جمهور الزمالك ان هو كان، او الاعتراف بالحق فضيلة يعني. ان اول ما نتأهل لكاس العالم هو كان في مصر، كان الزمالك المصري، كان نادي الزمالك طبعا. أسامة نبيه نرجع له تاني في حتة بس صغيرة بتاعت إمام عاشور. إن هو تصريح ان هو يفرط في لعيب زي امام عاشور، وان هو جاي له عرض خيالي في الدنمارك مش يعني. انا ليا تعقيب بسيط بس، ان الدنمارك مش من البلاد القويه كرويا، او ان هي مثلا يعني مش شارمنج في الكوره يعني. يعني مش مثلا هنقول ده حتى الدوري البرتغالي اللي هو مطلع اعظم لعيبه في العالم واعظم مدربين، برضه هو مش شارمنج من ضمن عتاوله الكوره. يعني مش مثلا زي الدوري الايطالي او الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او الفرنسي. فهو برضه يعني هو انا التعقيب او تصريح غريب يعني، ان هو المفروض ما كانش يقول تصريح زي دوت. بس على العموم هو لو العرض خيالي وده مستقبل امام عاشور فجو هيد يعني. الزمالك مش هيقف على لعيب وهو لعيب كويس وكل حاجه، بس مش الزمالك ولا الاهلي ولا اي فريق بيقف على لعيب ياما نجوم راحت ونجوم جت.
وقلنا دوت مرارا وتكرارا يعني. ولو هو الفلوس كويسة ان هي تعوض، ما احنا جربنا في بن شرقي لما مشي، وقلنا لا مش عايزين ندفع الفلوس ديت. جبنا لعيبة يعني مش بنفس الجودة او بنفس الكواليتي، لعيبة تحس ان هم يعني بتوع جلاش مش لعيبة يعني. مع احترامي طبعا لبتوع الجلاش يعني. جربنا الفكرة ديت وقلنا لا ده بتمنه نفك لعيبة تاني. كان ساعتها بن شرقي طالب مليون ونص دولار، بقينا بندفع دلوقتي بالاتنين وبالاتنين ونص عادي خالص. عشان تقدر تعوض فجوة زي بن شرقي. طب انت امام عاشور لو مشي هيجيب لك 100 مليون، ال 100 مليون دول يعني 5 مليون، ما يكملوش 3 مليون دولار ونص. طب ما انت بعد كده هتجيب لعيبة اغلى من كده بكتير. حتى لو هما الفلوس دلوقتي انت في احتياج ليها، فانت الجمهور عندك وراك، ضاغط عليك بيجري وراك بشكل رهيب ان انت ان انت عايز تجيب له صفقات سوبر. انت هتبيع بقى لعيبه من عندك، ومش اي لعيب، انت هتبيع لعيبه زي امام عاشور. انا مع فكره الاحتراف للعيبه عشان يعم على المنتخب المصري، بس في نفس الوقت روح دوري قوي، روح دوري حاجه كويسه، حاجه تليق حتى بالدوري المصري، حاجه تليق بيك انت كلعيب، او بالكارير اللي انت عايز تعمله، او اللي انت عايز تحترف. طب احترف يعني. حتى لما محمد صلاح احترف في بازل السويسري، وبعدين الدوري الايطالي، وبعدين طلع على الدوري الانجليزي. فانا اعتقد حتى لو ب 100 مليون دولار هو برضو مش ولا حاجه في امام عاشور. امير مرتضى، بالنسبه لامير مرتضى انا مش عارف، هو يعني امير من الناس الذكيه جدا والواعيه جدا. انا مش بطبل له، ولا انا عمري شفته ولا عارفه ولا اعرفه معرفه شخصيه. بس امير مرتضى من الناس الكويسه اداريا يعني، عملت حاجات في السنين اللي فاتت. وحتى لما كانوا حلوا المجلس هو كان برضو في حاجات متابعها، ولما جه كمل بشكل كويس و... وادى. انا مش عارف بقاله فتره برضو يعني، حته ان هو يوافق على بيع امام عاشور وتجيب لعيبه مش بنفس الجوده او بالكواليتي بتاع نادي الزمالك. فطبعا ده عليه علامه استفهام كتيره. انا ابصم بالعشره ان امير مرتضى منصور ولا ليه علاقه بسماسرة ان هو يكسب من وراهم، لان امير مرتضى شبعان ومع فلوس. وما اعتقدش ان امير مرتضى يكون ليه علاقه زي الكلام اللي بيتقال دوت واللي احنا بنسمعه. بس في حاجة غلط في أمير يعني. أنا حاسس إن أمير دماغه أعلى من كده بكتير يعني. أمير أذكى وأعلى بكتير قوي إن هو يجيب الصفقات دي. أنا مش عارف هو كان فريرا 100% هو اللي كان عايز الصفقات ديت. هل أمير هو اللي كان ليه يد في الصفقات ديت؟ يعني في ناس، أنا مش عايز أشخصن المواضيع أو إن أنا أقول على أسامي ناس بعينها، لان ده مش مبدئي ان انا يعني اتحكم على حد. بس فعلا حرفيا في لعيبه تحس ان هم ما لهمش علاقه بكوره، ما لهمش علاقه بكره القدم خالص، ولا من بعيد ولا من قريب. يعني تحس ان هم بيحتسوا في نص الملعب. فانا مش فاهم هل امير مرتضى هو اللي كان اختياراته من دماغه، ولا هل بمجلس الاداره؟ يعني مثلا مجلس الاداره وكابتن جمال عبد الحميد وامير مرتضى وفريرا واسامه نبيه، هل كل ده اجتمع وهو اللي قرر ان هم يجيبوا اللعيبه دي؟ وهل اللعيبه ديت مع اسامه نبيه هتعمل فرق؟ يعني مثلا فريرا هو اللي كان مفتري، وهو اللي كان بالنسبه لهم مش يعني هو اللي مش ظاهرهم، وأسامة نبيه هو اللي هيظهرهم. احنا شفنا فيه اكتر من مرة مع مدربين في لعيب يبقى شارمنج جدا. على سبيل المثل مش هنروح بعيد يعني، يوسف اوباما. تاني يوم بعد ما مشي من الزمالك، ما فيش بعدها بيومين او بثلاثة كان في ماتش للحزم السعودي، وجاب جونين ولا كأنه ميسي في زمان. يوسف اوباما بقاله اكتر من سنه ما لمس كوره مع فريرا. يعني فريرا قعد 11 شهر، يوسف اوباما ما لمس فيهم كوره. يعني يعتبر كان بينزل. انا افتكر في مره كان الماتش 90، مخلصين 90 دقيقه، والوقت بدل الضايع كان 7 دقائق، يوسف اوباما نزل في الدقيقه 97، في الدقيقه السابعه للوقت بدل الضايع. يعني هو نزل الحكم صفر ما لمس الكوره. مع مدربين في لعيبه بتشتغل، ومع مدربين في لعيبه ما بتشتغلش للاسف.
فانا اتمنى الصفقات اللي احنا شفناهاش، يعني ابراهيم نضاي والناس، في مش عايز اقول باسامي، بس اتمنى ان انا في لعيبه وفي صفقات عملها امير مرتضى نشوفها، لان ممكن يكونوا هم مظلومين، وممكن يكون امير مظلوم في الحته ديت، يعني حتى لو هو كان اختياره لوحده. مع اني انا اشك في كده، لان امير من العقليه الذكيه اللي هو بياخد، كان ساعتها بياخد رأي فريرا. يعني اعتقد ان هو من الذكاء ان هو كان بياخد رأي فريرا في اللعيبة اللي بتيجي، لان هو كان عنده مشروع ان فريرا يكمل اكتر من موسم ويعمل كوادر. يعني هو كان بيأهل أسامة نبيه طبعا في الفترة اللي كان فيها فريرا، ان هو يبقى كادر داخل نادي الزمالك، ان هو يبقى مدرب مصري ويقدر يمسك الفرقة. انا حاسس ان في ظلم في الموضوع، يعني احنا ما شفناش كل اللعيبه، وقلنا زي ما انا بقول لكم في لعيبه بتنور مع مدربين وفي لعيبه لا. يعني واكبر مثل هو كان يوسف اوباما، وكان في باسم مرسي لما كان في العهد بتاع فيريرا الاول، لما كان موجود في المره الاولانيه، كان باسم مرسي كان هداف الدوري، وكان على طول يعني قدام مطوشة الاهلي، كان تشارمنج في الوقت دوت. يعني بعد ما مشي فريرا انطفى باسم مرسي وراح أندية تانية، مع ان هو كان شغال مع فريرا. فخلينا نرجع ونقول ان في لعيبه بتظهر مع مدربين وفي لعيبه لا. وقف مرتضى منصور، اتحاد الكوره وقف التعامل مع مرتضى منصور، آه، طبعا لاسباب كلنا عارفينها. بس هو فين برضو العقوبه بتاع الكهرباء؟ يعني هو لو مرتضى منصور، انا مش بدافع هنا عن مرتضى منصور، بس لو هو مرتضى منصور هتوقفوا التعامل معاه، ما توقفوا التعامل طيب مع كهرباء. ما هو كهرباء عمل برضو، عمل يعني فعل فاضح تقريبا وبرضو انا مش بهاجم كهرباء، اما انت لا تسيب ده وتسيب ده، لا اما تعممها بقى. بس انا مش عارف برضو انت واقف مرتضى منصور او هتوقف التعامل معاه بناء على ايه؟ يعني انا اعتقد حاجة مش في محلها، ان يعني انا مش بدافع عن مرتضى منصور، بس ده كان رأي اتحاد الكورة، يعني ان هو يوقف التعامل مع مرتضى منصور. وانا اتمنى الهدوء لمرتضى منصور الفترة اللي جاية، يعني الفوز هيجيب فوز، والدنيا اعتقد ان هي هتستقر مع الوقت. يعني انا مش، يعني زي ما قلت في الاول، انا كنت ضد ان فيريرا يمشي، الجمهور كله عايزه. يعني انا ما اعرفش، هو في جمهور وفي بعض الناس من الجماهير ما كانت عايزاه يمشي، وفي ناس تاني تقول لك لا، فيريرا البروف لا، ما حدش يجي جنب منه. يعني هو برضو الراجل اللي يحتار، يعني هو يفتح الباب ولا يقفله. يعني انا مش فاهم. في بعض من الجماهير تقريبا عملت حالة لمرتضى منصور، هو ما بقاش عارف يعمل لهم ايه او يرضيهم ازاي. وهو الراجل كل مرة بيطلع بيقول انا عايز رضا الجمهور، وانا عايز افرح الجمهور اللي بالملايين. وفعلا انا اعتقد ان هو مرتضى منصور هو هدفه الاساسي ان هو يخلي الجماهير مبسوطة. اما نشوف ايه اللي هيحصل في وقف القرار بتاع مرتضى منصور دوت بعد كده. يعني انا اللي ما وافقش فيه بصراحه بالنسبه لمرتضى منصور، اللعيبه اللي عماله تطير كل شويه، واحد زي امام عاشور، اعتقد ان هو هيكون خساره كبيره قوي لنادي الزمالك. يعني امام عاشور مش هتعرف تعوضه، لاني نقدر نقول ان هو لعيب جوكر. يعني انا ضد دوت. يعني انا في بعض القرارات المستشار مرتضى منصور انا مش موافقه فيها، وكان على رأسها طبعا فريرا، وتاني حاجة دلوقتي بيعملها بالنسبة لإمام عاشور. ومش كل حاجة تسمع كلام الجمهور. أنا عارف إن أنت ممكن تكون ما بتسمعش كلام الجمهور في كل حاجة، بس بتحاول ترضيه. بس واحد زي مثلا يوسف أوباما، ما هو بعد ما مشي يوسف أوباما كسر الدنيا، محمود علاء مشي كسر الدنيا. كل لما لعيب يعني أنا حاسس إن في نغمة برضو من الجمهور هتبتدي في عبد الغني. هنبتدي الفترة اللي جاية ديت نسمع عبد الغني إيه، يعني ما كل اللعيبة بتخطأ، كل لعيبة كتيرة ونجوم كبيرة وأعظم بكتير من عبد الغني. مع ان عبد الغني عظيم في مكانه، يعني اعظم بكتير من عبد الغني، وكانوا بيخطئوا رونالدو وكريستيانو، مع طبعا فرق البوزيشن بتاعهم او الاماكن بتاعتهم. بس كل الناس بتخطئ. يعني انا شايف ان في صيغة جديدة او في نغمة جديدة هتخش على عبد الغني، هيفضلوا يعملوا زي ما عملوا مع محمود علاء.
هيبتدي نفسية اللاعب تسقط منه، بعد كده هيروح لفرقة تاني هيكسر الدنيا، زي ما محمود علاء دلوقتي عامل مع فرقته طبعا، وزي ما يوسف اوباما عمل في نفس القصة. انا اتمنى من الجمهور ان هو ما يكسرش نفسية لعيب، لان ممكن كلنا بنخطأ وكلنا بيعدي علينا ظروف او اوقات ما بنكونش في افضل حالاتنا. فانا اتمنى من جمهور الزمالك ان يتعلم الصبر، يعني في موضوع محمود، في موضوع عبد الغني. انا بشكركم، واستنوني ان شاء الله، لا اما في حلقة جديدة هنا على اليوتيوب، لا اما على قناة الحدث اليوم مع الاستاذ طارق مرتضى، كل يوم حد الساعة 9 ان شاء الله. طبعا كل الناس عارفة ان انا راجل زملكاوي، طبعا باين عليا لما بكون في القناة، بس انا النهاردة طبعا قلبا وقالبا مع الاهلي طبعا، هو الممثل الوحيد. وطبعا جمهور الزمالك ما يزعلش مني، لان جمهور الزمالك نقدر نقول له ان اول فريق شارك من مصر هو نادي الزمالك، او هو الوحيد اللي اتأهل، او الاول اول ما نتأهل لكأس العالم للأندية. بس حصلت طبعا ظروف ان هو الرعاة يعني ما كملوش البطولة، ده كان حظ وحش للزمالك. بس خلينا نقول مبروك للأهلي ان هو هيشارك في كأس العالم للأندية، دي المرة السابعة بالنسبة له. هو طبعا عمل اكتر انجاز عمله كانت البرونزية، كان حققها 3 مرات. نقدر نقول الأهلي لو عدى اوكلاند، وده سهل جدا ان هو يعديه، اوكلاند يعني من اوكلاند وساندروز اللي هو الامريكي ده. يمكن كرة القدم في أمريكا من الحاجات اللي هي موجودة مثلا في الترتيب الرياضة الرابعة أو الثالثة، يعني مش الرياضة الأولى عندهم زي مثلا الرجبي والحاجات ديت. فالأهلي مشواره سهل، الأهلي مشواره إن هو يوصل حتى إن هو يلعب ريال مدريد. أنا شايف إن هو حاجة سهلة للأهلي. وبرضه ليه لأ، إن كمان ممكن يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. الأهلي مش هو ممكن يكون بيعدي في الفترة ديت، ممكن يكون مستوى الكورة كلها في مصر يعني مش احسن حاجة، بس واي نوت يعني ان هو يقدر يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. وانا شايف ان هو قدام اوكلاند ان شاء الله هيعدي، وقدام ساندروز الامريكي هيعدي. اما بالنسبه بقى للمطوشه التانية او المباريات التانية، هو الوداد والهلال واللي هيكسب منهم هيلاعب طبعا كل الناس عارفه ان انا راجل زملكاوي، طبعا باين عليا لما بكون في القناه. وقف مرتضى منصور، مبروك للزمالك ومبروك لجمهور الزمالك. 40,000 دولار كل شهر، انا معرفش هو كان بيعمل بيهم ايه. امير مرتضى طبعا كالعاده جمهور الزمالك بيعمل عظمه، عمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. مساء الخير. الزمالك كسب النهارده 2-1 بفضل أسامة نبيه طبعا، والحاجات الجديدة اللي عملها والتركيبة الجديدة اللي عملها للفريق. حط كل واحد في مكانه الصح. طبعا فيريرا آخر نقدر نقول آخر 5 متوشة عك كبير يعني. فطبعا أسامة نبيه ظبط الدنيا، رجع نيمار مكانه وحط عبد الشافي. طبعا خبرة عبد الشافي ادت ثقة كبيرة، وادت حاجات كتير قوي للفريق. الجزيري طبعا صام وجاب جونين مرة واحدة، وهما جونين الفوز لماتش الزمالك وفاركو. طبعا كانت حاجة حلوة ان هو يعني يرجع تاني، لان الجزيري من اللعيبة كويسة، اللعيبة اللي قدمت موسم السنة اللي فاتت كان موسم فوق الروعة طبعا، وهو كان السبب في ان الزمالك ياخد الدوري والكاس السنة اللي فاتت. رجوع نيمار مكانه طبعا ادى شكل حلو للفرقة، ادى اسلوب كويس قدام. حتى الناحية التانية كان عبد الشافي كان عامل جبهة كويسة. طبعا هو حتى مهما كبر سنه، هو هيفضل عبد الشافي طبعا ذو قيمة وقامة طبعا. مبروك للزمالك ومبروك لجمهور الزمالك، مبروك لأسامة نبيه أول ماتش ليه، وعلى رأس المنظومة الرياضية طبعا للفريق الأول. مع إن أنا كنت ضد إن فريرا يمشي في نص الموسم، لأن فريرا مدرب عظيم ومدرب كبير يعني، يستاهل إن هو كان يقعد، ويستاهل إن إدارة الزمالك كمان يعني تبقى عليه وتقعد تتحمله أكتر من كده. لأن الراجل بصراحة يعني السنة اللي فاتت والفترة بتاعته الأولانية اللي جه فيها كان ادى للزمالك كتير، والفترة التانية بتاعته أو الولاية التانية بتاعته كانت كويسة، وكانت نقدر نقول يعني إن هو عمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، لأن ما كانش عنده لعيبة، وكان واقف قيد وحاجات كتيرة قوي. والراجل خد البطولتين الأهم في مصر، الدوري والكاس. دي كانت حاجة كويسة بالنسبة
لفريرة. بس نرجع ونقول مبروك لأسامة نبيه، راجل زملكاوي محترم، شارب طبعا من فريرة واخد رخص كويسة، اشتغل كتير في منتخب مصر، عنده سي في، اي نعم هو سي في قليل بس عنده سي في يعني يقدر ان هو يقود الزمالك لحد اخر الموسم. حتى لو الزمالك بعد، حتى لو الزمالك بقى له بقى الفرق دلوقتي 11 نقطة يعني، بس ان شاء الله يعني الزمالك يرجع. مبروك أسامة نبيه ونروح للأهلي. طبعا كل الناس عارفة ان انا راجل زملكاوي، طبعا باين عليا لما بكون في القناة، بس انا النهاردة طبعا قلبا وقالبا مع الأهلي طبعا. هو الممثل الوحيد، وطبعا جمهور الزمالك ما يزعلش مني لان جمهور الزمالك نقدر نقول له ان اول فريق شارك من مصر هو نادي الزمالك، او هو الوحيد اللي اتأهل، او اول ما نتأهل لكأس العالم للأندية. بس حصلت طبعا ظروف ان هو الرعاة يعني ما كملوش البطولة، ده كان حظ وحش للزمالك. بس خلينا نقول مبروك للأهلي ان هو هيشارك في كأس العالم للأندية، دي المرة السابعة بالنسبة له. هو طبعا عمل اكتر انجاز عمله كانت البرونزية، كان حققها 3 مرات. نقدر نقول الاهلي لو عدى اوكلاند، وده سهل جدا ان هو يعديه، اوكلاند يعني من اوكلاند وساندروز اللي هو الامريكي ده. يمكن كرة القدم في أمريكا من الحاجات اللي هي موجودة مثلا في الترتيب الرياضة الرابعة أو الثالثة يعني، مش الرياضة الأولى عندهم زي مثلا الرجبي والحاجات ديت. فالأهلي مشواره سهل، الأهلي مشواره إن هو يوصل حتى إن هو يلعب ريال مدريد. أنا شايف إن هو حاجة سهلة للأهلي. وبرضه ليه لأ، إن كمان ممكن يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. الأهلي مش هو ممكن يكون بيعدي في الفترة ديت ممكن تكون ممكن يكون مستوى الكورة كلها في مصر يعني مش أحسن حاجة، بس واي نوت يعني إن هو يقدر يعمل نتيجة كويسة قدام ريال مدريد. وأنا شايف إن هو قدام أوكلاند إن شاء الله هيعدي، قدام ساندروز الأمريكي هيعدي. أما بالنسبة بقى للمطوشة التانية أو المباريات التانية، هو الوداد والهلال واللي هيكسب منهم هيلاعب فلامينجو. وعبد الله السعيد قرب بشدة كبيرة قوي تجاه نادي الزمالك. عبد الله السعيد اللي انا عارفه ان هو امنيته ان هو يختم مشواره وحياته الكروية داخل نادي الزمالك. طبعا انا كنت في القناة اتكلمت كذا مرة عن موضوع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هيأثر مع الزمالك، هيأثر حتى لو هو هيأثر بنسبة بسيطة، بس هيأثر. هو من الريحة بتاعت اللعيبة اللي خلاص يعني ما بقتش موجودة دلوقتي، هو وشيكابالا وطبعا كان قبلهم وليد سليمان في الأهلي، ويعني وحسام عاشور. طبعا اللعيبة دي كانت لعيبة رجالة ومقاتلة طبعا. فديت نقدر نقول ان عبد الله السعيد من اللعيبه اللي هي خلاص يعني اللي هم الريحة العطرة اللي كانت موجودة في الملاعب. فأقدر أقول إن هو يقدر يدي موسم أو اتنين تاني، حتى لو مش بصفة دايمة يعني، أو من الماتش كامل، مش هيدي 90 دقيقة. عبد الله السعيد هيكون فرق شاسع للزمالك، لأن الزمالك عنده فقر في الحتة ديت، فقر كبير قوي. مفيش حد بيوصل الكورة من نص الملعب للمهاجمين. هو الزمالك عنده لعيبه بكواليتي عاليه جدا، عنده لعيبه بكواليتي عاليه جدا، بس مش بي ما عندوش حد يوصل له اللعيبه ديت. ما عندوش حد يوصل المهاجمين او كور للمهاجمين بشكل صح يعني. لعب عشوائي، التملي قدام الحته اللي قدام ديت. اعتقد ان اسامه نبيه ابتدى يظبطها، ابتدينا نشوف بوادر ليها. بس من وجهه نظري عبد الله السعيد هيفرق يعني. حتى لو شيكابالا هيلعب ناحيه الشمال وعبد الله السعيد هيلعب تحت رؤوس الحربه في ناحيه سوري، شيكابالا يمين وعبد الله السعيد شمال، مش وينجرز طبعا يعني، تحت المهاجمين من تحت. اعتقد ان هو هيضيف كتير قوي، وممكن يشتغل 60 دقيقة، او ممكن شيكابالا ينزل بعد منه يشتغل مثلا نص ساعة يعني. فانا اعتقد ان عبد الله سعيد لو راح الزمالك، وهو كجماهيريا كمان عايز ينهي حياته بحتة انتوا عارفين الحته اللي هي بتاعت ان انا اختم في حته فيها جمهور، عشان انا لو اشتغلت في الاعلام يبقى ورايا جمهور. طب انا اشتغلت في التدريب انا ورايا جمهور، انا اشتغلت في اي مكان هروحه انا ورايا جمهور. فهو عايز يكسب جمهور طبعا الزمالك. وعلى فكره في كتير قوي من جمهور النادي الاهلي لسه بيحبه وما زال متعلق بيه. وانا كمان من ضمن الناس اللي بتحب عبد الله السعيد يعني.
كلاتنبرج كان بيكلف اتحاد الكورة 40,000 دولار كل شهر. أنا معرفش هو كان بيعمل بيهم إيه. هو كان طبعا على طول قاعد في إنجلترا، يعني تقريبا كان بيجي مصر زيارات، يعني ياخد ال40,000 يقبض ويمشي تاني. ما عملش بيهم أي حاجة. من الحاجات اللي كان المفروض اتحاد الكورة يعملها إن هو كان يجيب حد، حتى لو هو مش عايز يجيب حد مصري. مع ان انا شايف ان النتيجة واحدة ما بين المصري وما بين ما بين المصري وما بين الأجنبي. بس خلينا نقول حتى لو اتحاد الكرة عشان يبقى في حد محايد، يعني ما بين التراشق بالألفاظ اللي بيحصل ما بين الأندية وما بين الحاجات ديت. كان مثلا ممكن يجيب حد من دولة أقل شوية، يعني خبرته عالية بس مرتبه أقل. يعني في حاجات مثلا كان ممكن يجيبوها ب10,000 دولار وهتبقى تقضي الغرض. يعني حاجات مثلا من بولندا ولا من البرتغال، من الدول اللي هي السعر فيها أقل يعني. فانا مش عارف هو اتحاد الكوره بيعمل كده ليه، او هو ايه هل الهدف بتاعه ان يعني في الاول وفي الاخر هو دي فلوس والبلد ما فيهاش دولارات واحنا عايزين نوفر دولارات. فانا شايف ان هو لو كان جاب حد محايد من دولة اقل وسعر اقل كانت هتبقى افضل بكتير. ومع ذلك هو كلادنبرج ما كانش بيعمل اي حاجة. هو كان بيجي يصيف، ياخد ال40,000 دولار ويرجع على بلده تاني. يعني ده كان اللي انا شايفه يعني من اتحاد الكورة. آه، عدم الاستقالة أو الرجوع في الاستقالة أو عدم قبول الاستقالة بتاعت لجنة الانضباط. طبعا أنا مش حابب أذكر أسامي بعينها، بس بالنسبة للجنة الانضباط هي طبعا كان ليها حق إن هي تستقيل. آم، كهربا طبعا عمل ألفاظ خارجة في الماتش. وطبعا رئيس نادي الزمالك رد طبعا عليه لأن دمه محروق. كهربا بيلعب وما دفعش الفلوس لحد دلوقتي. طبعا دي حاجة يعني مش ألطف حاجة. يعني أنت بتستفز جمهور الزمالك، بتستفز رئيس نادي الزمالك، فطبيعي هيكون ليه رد فعل. احنا عارفين كلنا المستشار مرتضى منصور ردة فعله بتبقى عنيفة شوية أو شويتين كمان. فأنت كده بتستفز الجمهور. طب أنت ليه يا أهلي ما تدفعش الفلوس بتاعت كهربا؟ ما انت بقيت تلعب وبقيت كويس وانت كان نادي اهلي، يعني ليه مش عايز تدفع له الغرامه بتاعته؟ اعتقد ان هو لو دفعها كهربا هيكون كمان مستريح مع الفرقه وهيدي اكتر من كده كمان. مع ان انا كنت ضد ان هو يمشي، يعني ما انت كنت برضو شغال في الزمالك وكنت ملعلع يعني. بس انت خلاص اخترت بيتك اللي انت اتربيت فيه على كلامك والكلام ده كله. خلاص ادفع بقى. يعني انا شايف الحل، انت مهدد يوم 2 فبراير ان انت تتوقف تاني. طب انت بتضيع مستقبلك. وحتى لو وقفت القرار بوقفك يوم 2، انت هتكون وقفة تأديبية. والوقفة التأديبية حتى لو دفعت الغرامة انت برضو كده كده هتبقى موقوف. فانا اعتقد يعني ان النادي الاهلي هيكون مجهز مفاجأة ان هو هيدفع. يعني لو حس ان القرار ان هيتوقف، اعتقد ان الاهلي ممكن يدفع. هو مستني بس الفترة بتاعت التأييد ديت تخلص عشان الزمالك ما يستفادش بالفلوس بتاع الكهرباء. ليه؟ لان هو الزمالك الاهلي دلوقتي لو حط له الفلوس في الحساب بتاعه هيقدر يعمل صفقات. فهو طبعا الاهلي مش عايز الزمالك يعمل صفقات. انا عكنن عليه. فهو لاجل الحظ ان الانعقاد بتاع اللجنه اللي هتحصل يعني، او اللي هيبتوا في امر كهرباء هيبقى يوم 2 وهيكون القيد اتقفل. فطبعا دوت على حظ نادي الاهلي وحظ التفكير اللي بيفكروا فيه. يعني ان هم يعني يأدبوا نادي الزمالك، مش يأدبوا نادي الزمالك عشان ما ينفعش نقول أدبوا، بس يضايقوا نادي الزمالك ان هم ما يدهمش الفلوس في فترة القيد. 60 مليون يعملوا 4 صفقات سوبر لنادي كالعادة الزمالك. جمهور الزمالك بيعمل عظمة في كل المطوشة. حتى لو في إخفاقات من الفريق فهو برضو على طول بيعمل عظمة. يعني ماتش الزمالك وفيوتشر النهاردة برضو أنا كنت متخيل إن الجمهور هيقل أو إن الجمهور مش هيبقى بالعدد اللي بيوصل لكل ماتش يعني. إنما بصراحة جمهور الزمالك بيعمل عظمة. يعني شابوه ليكو. آم، حتى لما ابتديت الفيديو في الاول وقلت على موضوع كاس العالم، انا مش بنقص من حق الاهلي. بس هو فعلا حق جمهور الزمالك ان هو كان، او الاعتراف بالحق فضيلة يعني. ان اول ما نتأهل لكاس العالم هو كان في مصر، كان الزمالك المصري، كان نادي الزمالك طبعا. أسامة نبيه نرجع له تاني في حتة بس صغيرة بتاعت إمام عاشور. إن هو تصريح ان هو يفرط في لعيب زي امام عاشور
وان هو جاي له عرض خيالي في الدنمارك مش يعني انا ليا تعقيب بسيط بس ان الدنمارك مش من البلاد القويه كرويا او ان هي مثلا يعني مش شارمنج في الكوره يعني يعني مش مثلا هنقول ده حتى الدوري البرتغالي اللي هو مطلع اعظم لعيبه في العالم واعظم مدربين، برضه هو مش شارمنج من ضمن عتاوله الكوره، يعني مش مثلا زي الدوري الايطالي او الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او الفرنسي. فهو برضه يعني هو انا التعقيب او تصريح غريب يعني ان هو المفروض ما كانش يقول تصريح زي دوت. بس على العموم هو لو العرض خيالي ده مستقبل امام عاشور فجو هيد يعني الزمالك مش هيقف على لعيب وهو لعيب كويس وكل حاجه، بس مش الزمالك ولا الاهلي ولا اي فريق بيقف على لعيب ياما نجوم راحت ونجوم جت، وقلنا دوت مرارا وتكرارا يعني. ولو هو الفلوس كويسة ان هي تعوض، ما احنا جربنا في بن شرقي لما مشي وقلنا لا مش عايزين ندفع الفلوس ديت. جبنا لعيبة يعني مش بنفس الجودة او بنفس الكواليتي، لعيبة تحس ان هم يعني بتوع جلاش مش لعيبة يعني. مع احترامي طبعا اللي بتوع الجلاش يعني. جربنا الفكرة ديت وقلنا لا ده بتمنه نفك لعيبة تاني. كان ساعتها بن شرقي طالب مليون ونص دولار، بقينا بندفع دلوقتي بالاتنين وبالاتنين ونص عادي خالص. عشان تقدر تعوض فجوة زي بن شرقي. طب انت امام عاشور لو مشي هيجيب لك 100 مليون، ال 100 مليون دول يعني 5 مليون ما يكملوش 3 مليون دولار ونص. طب ما انت بعد كده هتجيب لعيبه اغلى من كده بكتير. حتى لو هما الفلوس دلوقتي انت في احتياج ليها، فانت الجمهور عندك وراك ضاغط عليك بيجري وراك بشكل رهيب ان انت ان انت عايز تجيب له صفقات سوبر. انت هتبيع بقى لعيبه من عندك ومش اي لعيب، انت هتبيع لعيبه زي امام عاشور. انا مع فكره الاحتراف للعيبه عشان يعوم على المنتخب المصري، بس في نفس الوقت روح دوري قوي، روح دوري حاجه كويسه، حاجه تليق حتى بالدوري المصري، حاجه تليق بيك انت كلعيب او بالكارير اللي انت عايز تعمله او اللي انت عايز تحترف. طب احترف يعني حتى لما محمد صلاح احترف في بازل السويسري وبعدين الدوري الايطالي وبعدين طلع على على الدوري الانجليزي. فانا اعتقد حتى لو ب 100 مليون دولار هو برضو مش ولا حاجة في إمام عاشور. أمير مرتضى، بالنسبة لأمير مرتضى أنا مش عارف هو يعني أمير من الناس الذكية جدا والواعية جدا. أنا مش بطبل له ولا أنا عمري شفته ولا أعرفه معرفة شخصية. بس أمير مرتضى من الناس الكويسة إداريا، يعني عملت حاجات في السنين اللي فاتت. وحتى لما كانوا حلوا المجلس هو كان برضو في حاجات متابعها، ولما جه كمل بشكل كويس و... وادى. انا مش عارف بقاله فتره برضو يعني حته ان هو يوافق على بيع امام عاشور وتجيب لعيبه مش بنفس الجوده او بالكواليتي بتاع نادي الزمالك. فطبعا ده عليه علامه استفهام كتيره. انا ابصم بالعشره ان امير مرتضى منصور ولا ليه علاقه بسماسرة ان هو يكسب من وراهم، لان امير مرتضى شبعان ومعاه فلوس. وما اعتقدش ان امير مرتضى يكون ليه علاقه زي الكلام اللي بيتقال دوت واللي احنا بنسمعه. بس في حاجة غلط في أمير. يعني أنا حاسس إن أمير دماغه أعلى من كده بكتير، يعني أمير أذكى وأعلى بكتير قوي إن هو يجيب الصفقات دي. أنا مش عارف هو كان فريرا 100% هو اللي كان عايز الصفقات ديت. هل أمير هو اللي كان ليه يد في الصفقات ديت؟ يعني في ناس، أنا مش عايز أشخصن المواضيع أو إن أنا أقول على أسامي ناس بعينها، لان ده مش مبدئي ان انا يعني اتحكم على حد. بس فعلا حرفيا في لعيبه تحس ان هم ما لهمش علاقه بكوره، ما لهمش علاقه بكره القدم خالص، ولا من بعيد ولا من قريب. يعني تحس ان هم بيحتسوا في نص الملعب. فانا مش فاهم هل امير مرتضى هو اللي كان اختياراته من دماغه، ولا هل بمجلس الاداره؟ يعني مثلا مجلس الاداره وكابتن جمال عبد الحميد وامير مرتضى وفريرا واسامه نبيه، هل كل ده اجتمع وهو اللي قرر ان هم يجيبوا اللعيبه دي؟ وهل اللعيبه ديت مع اسامه نبيه هتعمل فرق؟ يعني مثلا فريرا هو اللي كان مفتري وهو اللي كان بالنسبه لهم مش
يعني هو اللي مش ظاهرهم، وأسامة نبيه هو اللي هيظهرهم. احنا شفنا فيه اكتر من مرة مع مدربين في لعيب يبقى شارمنج جدا. على سبيل المثل مش هنروح بعيد يعني، يوسف اوباما. تاني يوم بعد ما مشي من الزمالك، ما فيش بعدها بيومين او بثلاثة كان في ماتش للحزم السعودي وجاب جونين ولا كأنه ميسي في زمانه. يوسف اوباما بقاله اكتر من سنة ما لمس كورة مع فريرا. يعني فريرا قعد 11 شهر، يوسف اوباما ما لمس فيهم كورة. يعني يعتبر كان بينزل. انا افتكر في مرة كان الماتش 90، مخلصين 90 دقيقة، والوقت بدل الضايع كان 7 دقايق، يوسف اوباما نزل في الدقيقة 97. في الدقيقة السابعة للوقت بدل الضايع، يعني هو نزل الحكم صفر ما لمس الكورة. مع مدربين في لعيبة بتشتغل، ومع مدربين في لعيبة ما بتشتغلش للأسف. فأنا أتمنى الصفقات اللي احنا شفناهاش، يعني إبراهيم نضاي والناس، في مش عايز أقول بأسامي، بس أتمنى إن أنا في لعيبة وفي صفقات عملها أمير مرتضى نشوفها، لأن ممكن يكونوا هم مظلومين، وممكن يكون أمير مظلوم في الحتة ديت. يعني حتى لو هو كان اختياره لوحده، مع اني انا اشك في كده، لان امير من العقليه الذكيه اللي هو بياخد، كان ساعتها بياخد راي فريرا. يعني اعتقد ان هو من الذكاء ان هو كان بياخد راي فريرا في اللعيبه اللي بتيجي، لان هو كان عنده مشروع ان فريرا يكمل اكتر من موسم ويعمل كوادر. يعني هو كان بيأهل أسامة نبيه طبعا في الفترة اللي كان فيها فريرا، ان هو يبقى كادر داخل نادي الزمالك، ان هو يبقى مدرب مصري ويقدر يمسك الفرقة. انا حاسس ان في ظلم في الموضوع. يعني احنا ما شفناش كل اللعيبه، وقلنا زي ما انا بقول لكم في لعيبه بتنور مع مدربين، وفي لعيبه لا. يعني واكبر مثل هو كان يوسف اوباما، وكان في باسم مرسي لما كان في العهد بتاع فيريرا الاول، لما كان موجود في المره الاولانيه. كان باسم مرسي كان هداف الدوري، وكان على طول يعني قدام مطوشة الاهلي. كان تشارمنج في الوقت دوت. يعني بعد ما مشي فريرا انطفى باسم مرسي وراح أندية تانية، مع ان هو كان شغال مع فريرا. فخلينا نرجع ونقول ان في لعيبه بتظهر مع مدربين، وفي لعيبه لا. وقف مرتضى منصور، اتحاد الكوره وقف التعامل مع مرتضى منصور. آه، طبعا لاسباب كلنا عارفينها، بس هو فين برضو العقوبه بتاع الكهرباء؟ يعني هو لو مرتضى منصور، انا مش بدافع هنا عن مرتضى منصور، بس لو هو مرتضى منصور هتوقفوا التعامل معاه؟ ما توقفوا التعامل طيب مع كهرباء. ما هو كهرباء عمل برضو، عمل يعني فعل فاضح تقريبا وبرضو انا مش بهاجم كهرباء. ما انت لا تسيب ده وتسيب ده، لا اما تعممها بقى. بس انا مش عارف برضو انت واقف مرتضى منصور او هتوقف التعامل معاه بناء على ايه. يعني انا اعتقد حاجة مش في محلها. ان يعني انا مش بدافع عن مرتضى منصور، بس ده كان رأي اتحاد الكورة. يعني ان هو يوقف التعامل مع مرتضى منصور. وانا اتمنى الهدوء لمرتضى منصور الفترة اللي جاية. يعني الفوز هيجيب فوز، والدنيا اعتقد ان هي هتستقر مع الوقت. يعني انا مش، يعني زي ما قلت في الاول، انا كنت ضد ان فيريرا يمشي. الجمهور كله عايزه. يعني انا ما اعرفش هو في جمهور، وفي بعض الناس من الجماهير ما كانت عايزاه يمشي، وفي ناس تاني تقول لك لا فيريرا البروف لا ما حدش يجي جنب منه. يعني هو برضو الراجل اللي يحتار، يعني هو يفتح الباب ولا يقفله. يعني انا مش فاهم. في بعض من الجماهير تقريبا عملت حالة لمرتضى منصور، هو ما بقاش عارف يعمل لهم ايه او يرضيهم ازاي. وهو الراجل كل مرة بيطلع بيقول انا عايز رضا الجمهور، وانا عايز افرح الجمهور اللي بالملايين. وفعلا انا اعتقد ان هو مرتضى منصور هو هدفه الاساسي ان هو يخلي الجماهير مبسوطة. اما نشوف ايه اللي هيحصل في وقف القرار بتاع مرتضى منصور دوت بعد كده. يعني انا اللي ما وافقش فيه بصراحه بالنسبه لمرتضى منصور اللعيبه اللي عماله تطير كل شويه. واحد زي امام عاشور اعتقد ان هو هيكون خساره كبيره قوي لنادي الزمالك. يعني امام عاشور مش هتعرف تعوضه، لاني نقدر نقول ان هو لعيب جوكر. يعني انا ضد دوت. يعني انا في بعض القرارات المستشار مرتضى منصور انا مش موافقه فيها، وكان على رأسها طبعا فريرا، وتاني حاجة دلوقتي بيعملها بالنسبة لإمام عاشور. ومش كل حاجة
تسمع كلام الجمهور. انا عارف ان انت ممكن تكون ما بتسمعش كلام الجمهور في كل حاجة، بس بتحاول ترضيه. بس واحد زي مثلا يوسف اوباما، ما هو بعد ما مشي يوسف اوباما كسر الدنيا، محمود علاء مشي كسر الدنيا. كل لما لعيب يعني انا حاسس ان في نغمة برضو من الجمهور هتبتدي في عبد الغني. هنبتدي الفترة اللي جاية ديت نسمع عبد الغني ايه يعني، ما كل اللعيبة بتخطأ، كل لعيبة كتيرة ونجوم كبيرة وأعظم بكتير من عبد الغني. مع ان عبد الغني عظيم في مكانه يعني، اعظم بكتير من عبد الغني، وكانوا بيخطئوا رونالدو وكريستيانو، مع طبعا فرق البوزيشن بتاعهم او الاماكن بتاعتهم. بس كل الناس بتخطئ يعني. انا شايف ان في صيغة جديدة او في نغمة جديدة هتخش على عبد الغني. هيفضلوا يعملوا زي ما عملوا مع محمود علاء. هيبتدي نفسية اللاعب تسقط منه، بعد كده هيروح لفرقة تاني هيكسر الدنيا، زي ما محمود علاء دلوقتي عامل مع فرقته طبعا، وزي ما يوسف أوباما عمل في نفس القصة. أنا أتمنى من الجمهور إن هو ما يكسرش نفسية لعيب، لأن ممكن كلنا بنخطأ وكلنا بيعدي علينا ظروف أو أوقات ما بنكونش في أفضل حالاتنا. فأنا أتمنى من جمهور الزمالك إن يتأنى الصبر يعني في موضوع محمود، في موضوع عبد الغني. أنا بشكركم، واستنوني إن شاء الله لا إما في حلقة جديدة هنا على اليوتيوب، لا إما على قناة الحدث اليوم مع الأستاذ طارق مرتضى، كل يوم حد الساعة 9 إن شاء الله.